الكرة الحلوة اللي بتدوب في البُق ديّة اسمها جلاب جامون، ودي أشهر من نار على علم في الهند، بس في سر ما حدش يعرفه عنها، والسر أصلًا إنها ما هياش هندية من الأساس، أصل الحكاية بتبتدي في إيران بلاد فارس زمان. الحلوى دي كانت عبارة عن إيه، كرات عجينة كده مقلية زي لقمة القاضي بتاعتنا، بس كانت بقى بتتاكل في بلاط الملوك. مين بقى اللي جابها الهند؟ كان المغول، لمّا المغول بقى حكموا الهند جابوا معاهم الشيفات بتوعهم، والشيفات دول قالوا لك لا لا لأ استنى، إيه رأيك لو طوّرنا الوصفة ديّة وخلّيناها كده متغيّرة أكتر؟ الهنود بقى عملوا عليها تعديل خطير، بدل ما يعملوها كده بعجينة عادية عملوها بالخوية، الخوية ديّة لبن مركّز أوي، وبدل ما يسقوها بشربات عادي حطّوا عليها مَيّة ورد، عشان كده بقى اسمها جلاب جامون، اللي معناها بالفارسي أو الهندي مَيّة الورد. يعني جلاب جامون دوّة طلع مهاجر فارسي اتجوّز الذوق الهندي، ولو عجبتك بقى الحكاية ديّة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تسمع كل حكايات الأكل اللي جاية، وقولوا لي في التعليقات إيه أغرب حلوى هندية جرّبتوها.